شغلي الحالي وخبراتي السابقة كلها مختلفة في المجال عن المجال اللي أنا عايز أشتغل فيه في المستقبل، سواء كان للدراسة أو الشغل. فإزاي أربط شغلي الحالي وخبراتي بالحاجة اللي بقدم عليها، سواء كانت لمنحة أو لشغل في المجال اللي أنا عايزه؟ ده سؤال كتير بيتكرر من ناس كتير، والناس تقول إني أنا ما عنديش خبرة كافية في المجال ده. بس عايز أقول لك إن في 5 جوانب في أي شغل يمكن ربطهم بأي شغل، اللي هي بيتقال عليها حاجة اسمها transferable skills، مهارات ينفع ان هي تأدابت او ان انت تستخدمها في كذا محور من محاور الشغل. ومن خلالها ال5 اجزاء ديت تقدر تربط اي شغل او خبرات سابقة انت عملتها باي مجال اخر انت عايز تقدم عليه، سواء كنت في مجالك وعايز تشفت المجال اخر، او ان انت كنت مؤقتا شغال في مجال مختلف عن المجال اللي انت عايزه وعايز ترجع تاني لمجالك سواء لمنحة او شغل. ايه هم ال5 جوانب دول؟ هم 3 انواع من المهارات وحاجتين اخرين. ال3 مهارات دول هم البروفيشنال سكيلز، بيرسونال سكيلز، تكنيكال سكيلز، وهنتكلم يعني ايه كل مهاره منهم. الحاجتين الاخرين هم الكونتكست اللي انت بتشتغل فيه او بيئه العمل اللي بتشتغل فيها، والانتر ديسيبلينري ابروتش. هو صعب شويه يتنطق، ولكن ده اللي هو الخلط بين المجالات، وهنقول يعني ايه. البيرسونال سكيلز في اي شغل انت بتعمله ايا كان المجال، في جزء بيرسونال سكيلز، في كوميونيكيشن، في كريتيكال ثينكينج، في وركينج اندر بريشر. البيرسونال سكيلز دي ممكن تقول اني انا اتدربت عليها في شغلي اللي فات ايا كان المجال بتاعي، واقدر اطبق اللي انا اتعلمته في المهارات الشخصيه ديت في الشغل الجديد اللي انا بقدم عليه او المجال بتاعي الجديد في الدراسه. البروفيشنال سكيلز دي حاجات زي مثلا ان انت تعرف تعمل اوديت، ان انت تعرف تسوبرفايز بعض العاملين مثلا معاك، ان انت كنت مانجيريال، ليك مانجيريال رولز، او كنت مانجر في المؤسسه بتاعتك، فبالتالي المهارات الاداريه، مهارات الاوديت، مهارات التقييم، كل المهارات دي تقدر تنقلها من اي شغل لاي شغل اخر مع اختلاف المجالات. التكنيكال سكيلز يمكن دي شويه مميزه. التكنيكال سكيلز معناها هل انت بتعرف تستخدم بعض البرامج مثلا او السوفت ويرز استخدمتها في مجالك الحالي، ونفس السوفت ويرز دي بتستخدم في المجال الجديد اللي انت بتقدم عليه. او حتى لو لغه، يعني لو شغلك الحالي مثلا انت بتتعامل فيه بلغه انجليزيه، حتى لو كول سنتر لشركه اجنبيه وبتتعامل باللغه الانجليزيه، فانت هنا نميت التكنيكال سكيلز بتاعتك في السبيكينج ان انجلش لانجويج او ايا كانت اللانجويج اللي انت بتتكلم فيها في شغلك. فبالتالي ده تكنيكال سكيلز تعرف تستخدمها في شغلك الحالي او الشغل المستقبلي او دراستك المستقبليه ايا كانت المجال. رابع حاجه هي الكونتكست. في شغل كتير جدا جدا بيطلب منك، انا مش عايزك تكون امهر واحد في المجال، بس انا عايزك تكون لك خبره سابقه في العمل في الكونتكست او بيئه العمل اللي انا عايزها. يعني في مؤسسات كتير وجامعات كتير وبرامج حتى دراسه كتير جدا بتارجت مثلا الاشخاص اللي بيشتغلوا في لو اند ميدل انكم كونتريز، او الاشخاص اللي ليهم خبره سابقه في العمل مثلا في بلدان اندر كونفليكت، عندهم مشاكل حروب او اوبئه او غيره. فبالتالي مثلا كونك شغال في مصر او احد الدول اللي هي لو اند ميدل انكم كونتري، دي في حد ذاتها خبره ايا كان المجال بتاعها تنفع تقدم بيها لمجالات اخرى وشغل اخر. فالكونتكست او البيئه اللي انت شغال فيها ممكن تكون احد جوانب الربط. اخر حاجه اللي هو الانتر ديسيبلينري ابروتش، ده معناها الخلط بين المجالات. بمعنى او باخر، كمثال بسيط، لو انت مثلا شغال حاليا في التكنولوجي، شغال دلوقتي في الاي اي والسوفت وير انجينيرنج والكلام من ده، رغم ان انت الباك جراوند بتاعتك كانت صيدله او طب او تمريض او مثلا حاجه في الهيلث ريليتد، ودلوقتي عايز ترجع تشتغل في البابليك هيلث او عايز تشتغل تاني في هيلث ريليتد كونتكست او شغل بشكل عام، فساعتها تقدر تقول والله انا هستخدم اللي انا اتعلمته في الديجيتال تكنولوجي في البابليك هيلث. فبالتالي ده مثلا هتشتغل في جزء اللي هو الديجيتال هيلث ان مثلا برايمري كير او ان هوسبيتال سيتنج. ده مثلا اللي انا بعمله حاليا، يعني انا شغال حاليا في استخدامات اي اي داخل الهيلث كير. تمام. فبالتالي ايا كان الشغل والمجال اللي انت بتستخدمه تنفع ان انت تتكلم بيه. وهقول تاني المثال الكومن قوي، حتى لو شغال كول سنتر. طب الكول سنتر ده ايه علاقته هيبقى بالهيلث؟ والله في جزء كبير في البابليك هيلث اسمه هيلث بروموشن، ان انت ازاي توصل للناس اللي قدامك وازاي تكلمهم عن الانظمه الصحيه او الرسائل الصحيه وغيره. ده جزء كبير جدا في البابليك هيلث، موجود حتى كقسم جوه الدبليو اتش او. فبالتالي لو انت شغال كوميونيكيشن وبتتعامل مع ناس مختلفه وفئات من المجتمع مختلفه وشخصيات مختلفه ودول مختلفه، فهتكون عندك خبره كبيره جدا في البيست ابروتش في الهيلث بروموشن.
طيب ببساطة جدا ازاي تعرف الخمس اجزاء دول في الشغل الحالي علشان تربطهم بشغلك او الحاجة اللي انت بتقدم عليها؟ بص هقول لك 4 أو 5 حاجات ممكن تعملهم تعرف بيهم الحاجات دي. اول حاجة هو ان انت تبص في الجوب ديسكريبشن، التعريف الوظيفي بتاع شغلك الحالي اللي انت شغاله. شوف في التعريف الوظيفي ده هتلاقي مكتوب فيه مجموعة مهارات ومجموعة سواء كانت مهارات بيرسونال او مهارات بروفيشنال او تكنيكال، هتلاقيهم مكتوبين. انت ممكن تكون اوريدي اتعينت ونسيت ان انت والله الحمد لله هم كانوا عايزين كذا 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 وانا كنت بفولفيل الكرايتيريا دي، فهم هنا كاتبين لك تعريف للبيرسونال والبروفيشنال سكيلز، المهارات الاساسيه في شغلك الحالي، فانت تغش من اللي مكتوب ده. هتلاقي مثلا مكتوب عايزين حد عنده جود كريتيكال ثينكينج، ده كريتيكال ثينكينج موجود. عايزين حد يعرف يكوميونيكيت مع different team members او people from different backgrounds او كلام من ده، دي مهاره ممكن ازودها عندي في البيرسونال. فانت بتكتب ال5 ايتمز اللي اتكلمنا عليهم اللي هم بيرسونال بروفيشنال تكنيكال سكيلز والكونتكست والانتر ديسيبلينري ابروتش، انت بتكتبهم وتبدا تشوف الجوب ديسكريبشن بتاع شغلك الحالي ايه اللي منه ينفع ينزل تحت انه كاتيجوري. فده اول سورس للانفورميشن، هو الجوب ديسكريبشن بتاعك انت الحالي. طب تاني سورس الجوب ديسكريبشن للحاجه اللي انت بتقدم عليها. لو بتقدم على شغل جديد هتلاقيهم هم طالبين بعض المهارات، انت ممكن تكون عندك مهارات وانت مش مدرك ان هي عندك، فبالتالي بتبص ايه اللي هم طالبينه وتشوف والله هم طالبين مثلا كوميونيكيشن، انا هحطه هنا تحت البيرسونال. هتلاقي اوكي انا ممكن انا اكشلي عندي المهاره دي منفذها في شغلي الحالي، فتبدا 1 2 3. ولو للدراسه نفس الكلام، هم بيكتبوا مثلا البي اتش ستودنت او الماستر ستودنت عايزين يكون عنده البيزك نوليدج او البيزك سكيلز في 1 2 3، فبتبدا تاخد الكلمات او المصطلحات اللي موجوده في الجوب ديسكريبشن ده وتحطها عندك وتشوف هل انت بتوفي الشروط ديت ولا لا. طيب تالت سورس هو ايه؟ هو انك تقعد مع نفسك وتكتب حرفيا الدايري او بتعمل ايه في يومك. يعني حرفيا هو تخيل انت عندك working day، يوم عمل في شغلك الحالي، اكتب تفصيلا من اول ما بتصحى من النوم كده لحد ما بتمشي ترجع بيتك ان شاء الله بعد الشغل، انت بتعمل ايه في يومك. هتلاقي في حاجات كتير جدا انت مش مدرك ان انت بتعملها فعليا. هتلاقي مثلا والله انا بروح الشغل الاول بتعامل مع الناس عندي في الفريق، ببدا اراجع مثلا الملفات علشان اشوف لو في اي اخطاء، ده في حد ذاته ممكن يكون اوديت، ممكن يكون مونيتورنج وهكذا. ببدا اعمل مثلا تصحيح لبعض البيانات اللي موجوده عندي في الشغل، دي مثلا مهاره داتا كليننج. داتا كليننج ديت اللي هي احد المهارات مثلا في التكنيكال سكيلز، انت ممكن انا ما خدتش بالي ان انا بعملها، انا بعملها كل يوم، بس دي مهاره مهمه الداتا كليننج. فتبدا تقول انت بتعمل ايه في يومك خطوه خطوه، عاده هتلاقي فيه مهارات مخفيه انت مش واخد بالك منها. تمام، ده ثالث مصدر. طيب رابع مصدر ايه؟ هو انك تسال زملاتك في الشغل او تسال الناس البروفيشنال. اسال الناس اللي في الشغل عندك او اسال مديرينك لو تقدر، او اسال حتى يعني زميل اقدم منك، قول له تفتكر ايه المهارات اللي احنا يعني بنعملها كل يوم هنا لو انا عايز اقدم في شغل وعايز اشو اوف، اوري انا بعمل ايه وايه وايه. هتلاقي كل واحد عنده منظور مختلف للشغل اللي انت بتعمله وهو بيعمله. هتلاقي فيه بعض المصطلحات وبعض المهارات اللي ممكن حد ينبهك ليها، احنا اكشلي عندنا في الشغل هنا بنعمل 1 2 3 بس انت ما كنتش واخد بالك من الموضوع. فبالتالي دي احد الحاجات المهمة اللي تقدر تعملها. طيب خامس حاجة، اسأل يعني سيك ادفايس من البابليك، من الناس عامة. والله روح مثلا كده اسأل صحابك بقى على القهوة، اسال مثلا اخواتك في البيت ممكن ما يكونوش اصلا عارفين انت شغال ايه، والدك ووالدتك ربنا يديهم الصحه لو موجودين، فاسالهم قول لهم هو انتوا تتخيلوا انا بعمل ايه في الشغل بتاعي، يعني ايه المهارات اللي عندي اللي انا ممكن اقول والله احمد او يعني ايا كان انا مميز في 1 2 3. هتلاقيهم هم ليهم منظور اخر، معظمها هيقع تحت البيرسونال سكيلز بتاعتك او الكونتكست البيئه اللي انت شغال فيها، بس تاني انت ممكن ما تكونش واخد بالك من المهارات دي. فمن خلال ال5 مصادر ديت ممكن تعرف ايه هي السكيلز او الترانسفيربل سكيلز او المهارات اللي في ال5 كاتيجوريز اللي قلناهم، علشان تربط اي شغل انت بتعمله حاليا باي شغل انت بتقدم عليه في المستقبل. تاني وتالت، المجال اللي انت شغال فيه بشكل عام مش هو العامل الوحيد للربط بين اي شغلانتين. فكر كويس في ال5 جوانب او ال5 كاتيجوريز اللي اتكلمنا عنهم، هتلاقي نفسك تعرف تربط اي وظيفة حالية بأي وظيفة أنت بتقدم عليها في المستقبل. توفيق للجميع إن شاء الله.